فكرة سهلة وبسيطة وفي منتهى الجمال، ممكن نعملها بأي شكل من أشكال الجراكن بتاعة الصابون أو الشاور. وبقلم ماركر هاخد الأشكال دي على الجيركن، وهقص بالمقص على الخطوط اللي أنا رسمتها بحيث إن أنا آخد الشكل ده. هبتدي بقى أفصل الظهر ده خالص بالشكل ده. الجزئين هستخدمهم، الجزء اللي أنا ماسكاه في إيدي ده بتاع بق الجيركن والجزء التاني، يعني أنا هستخدم كل أجزاء الجيركن. هاخد الجزء اللي فيه بق الجيركن وعلى الظهر بتاع الجزء التاني هحطه كده بحيث ان انا هاخد مقاسه، يعني هاخد علامتين بالشكل ده، وهفتح فتحتين بالقطر في العلامتين اللي انا اخدتهم، فتحتين على قد سنتي بالظبط. استخدمت خيط الخيش على كل الاحرف بتاعه الاجزاء اللي انا هستخدمها من الجيركن بالطريقه دي، بس بقى هسيب جزء زياده لفوق كده، وبعد كده هقص الجزء ده هنحتاجه. الناحية التانية هبتدي من النص كده، وهنلاحظ ان انا برضو سايبة جزء كبير في البداية وفي النهاية، يعني جزء زيادة من الخيط. وهاجي فوق عند اليد كده هلزق على الاحرف بالظبط، وهقص بعدها بشوية بحيث ان انا ابقى سايبة جزء كبير كده. وهبتدي على الحرف بقى هاخد بقية الجزء اللي انا اخدته ده، هلفهم مع بعض كده، هشبكهم مع بعض، وهبتدي انزل على الحرف التاني من ورا. ثبت برضو على الاحرف. طبعا باين اهو الجزئين من الخيط اللي فوق عند اليد انا مدخلاهم في بعض، وابتديت ان انا اثبت على الحرف من ورا لحد ما اوصل للنهاية بالشكل ده. هجيب بقى جزء تاني من خيط الخيش وهلفه على اليد علشان اثبت خيط الخيش في اليد، لان الجزء بتاع اليد ده اللي هيتعلق منه كل اللي انا هعمله، فلازم يبقى متين وما يتفكش تاني. الحتة دي مهمة قوي اللي انا هلفها على اليدين من هنا ومن هنا. وهثبت برضو بالشمع هنا الجزء بتاع اليد من الناحية التانية، برضو هثبته بنفس الطريقة، هلفه وهثبت بالشمع. الجزئين بقى اللي انا سايباهم زيادة عليه من قدام من خيط الخيش دول هربطهم في بعض وهعملهم فيونكة بالشكل ده، عشان كده كنت سايبة جزئين زيادة. ومن تحت بشريط الخيش هعمل اطار كده من تحت عشان اكمل الشكل، وهيديني شكل جميل قوي برضو مع خيط الخيش، هيديني تناسق حلو قوي. هخلصه وبعد كده الجزء التاني برضو هعمله بخيط الخيش على الاحرف كلها. الجزء التاني اللي هو فيه بق الجيركن. بعد كده استخدمت دهان ذهبي لامع اللي هي الودانة، بعود الودان اللي احنا بننضف بيه الودان ده. استخدمته زي فرشة كده لان ما كانش عندي فرشة، وعملت خطوط عشوائية كده تديني منظر حلو قوي على البلاستيك بتاع الجيركن مع خيط الخيش، ادت منظر جميل قوي. علشان بقى هنحاول نخليه شكله زي الحاجات الجاهزة كده. طبعا الخطوة دي اختيارية، لو مش موجود عندك دهان اكتفي بالشكل ده برضو هيديكي نفس النتيجة. وركبت الجزئين في بعض، الفتحتين اللي انا كنت عاملاهم من الظهر ركبت فيهم الجزء بتاع بق الجيركن بالطريقة اللي وضحت قدامك. الخطوة اللي انا بعملها دي مهمة جدا، دي من اهم الخطوات، اللي هي الخطوة النهائية اللي انا بحط شريط الخيش. ممكن تستخدمي كمان اي نوع خيط، انا حطيت شريط الخيش ده بالشكل ده علشان يمسك الجزئين في بعض ويخليه بقى متين ويستحمل اي حاجة هحطها فيه. عملنا تعليقة بسيطة بس بجد عملية جدا، ممكن تحطيها في الحمام، تحطي في الرف اللي فوق، تحطي علب الشاور والشامبو، وتحت تحطي ليفة الاستحمام. وطبعا الغطا بتاع الجيركن اللي من تحت ده ممكن نفكه علشان نصفي اي مية. وجميلة بجد وعملية، وكل يعني الفكرة على بعضها جديدة. يا رب تكونوا استفدتوا من الفكرة، وبجد حاولوا نفذوها وجربوها، واستنوني في الفكرة الجاية ان شاء الله.